مصر، شبه جزيرة سيناء، قناة السويس، الصحراء الغربية. نجد إن قناة الخريطة بمصر هي الصحراء الغربية، هنا الصحراء الشرقية، الصحراء الشرقية نهر النيل. قناة السويس حفرت بأيدي المصريين تحت إشراف مهندسين فرنسيين، وكان حفل افتتاحها سنة 1869. هنا بنلاقي قناة سيزوستريس، قناة سيزوستريس. فين قناة سيزوستريس اللي هي بتصل ما بين الايه، البحر، اللون البرتقالي، قناة سيزوستريس. في قناة السويس، في قناة السويس الجديدة. ده قناة سيزوستريس دي حفرت في عهد الملك سونوسرت الثالث، وتربط بين البحرين الأحمر والمتوسط عن طريق النيل. بتربط البحر المتوسط عن طريق البحر المتوسط عن طريق النيل. دي قارة أفريقيا، دي قارة أفريقيا. ودي مصر تقع في الشمال الشرقي من قارة أفريقيا. ده طريق رأس الرجاء الصالح اللي بيصل ما بين الهند وأوروبا، طريق رأس الرجاء الصالح. ده موقع مصر بالنسبة للعالم. ادي افريقيا اهيت، هنا امريكا الشمالية، امريكا الجنوبية، هنا قارة استراليا، هنا القارة القطبية الانتاركتيكا، في قارة اسيا. كل ده موجود. ده ايه محافظات مصر بقى؟ محافظات مصر بتنقسم لمحافظات في الوجه البحري، ومحافظات في الوجه القبلي، وشمال سيناء وجنوب سيناء. وممكن نقول مثلا محافظة كفر الشيخ، محافظة دمياط، الدقهلية الشرقية، الإسماعيلية، السويس، القاهرة، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان. دي محافظة الوادي الجديد. هنا محافظات الوادي الجديد، المحافظات اللي هي اللي بالأخضر دي محافظات الوجه البحري، اللي قلنا عليهم الشرقية والسويس والمنوفية والغربية سويس. والقاهرة. وكل دول محافظات الوجه البحري. ومحافظات الوجه القبلي اللي هما الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان. المحافظات الصحراوية دي محافظة الوادي الجديد، محافظة مطروح، سينا وشمال سينا، ومحافظة البحر الأحمر. تمام. محافظة القاهرة بقى، عايزين نعرف العيد القومي بتاع كل محافظة من المحافظات. عندنا القاهرة دي العيد القومي بتاعها كان ستة يكون يوليو. 6 يوليو، إنشاء مدينة القاهرة عام 969، واللي أنشأها جور الصقلي زمان في زمن الفاطمي. الإسكندرية، دي اسكندرية بتقع على ساحل البحر، دي بيئة ساحلية. العيد القومي بتاعها 26 يوليو، ومناسبة خروج الملك فاروق من مصر. ذكرى يوليو 26 يوليو. الجيزة دي العيد القومي بتاعها بيئة زراعية. البيئة بتاع العيد القومي بتاعها يوم 31 مارس، ذكرى كفاح أبناء أثناء ثورة 19 في شهر ثورة 19. قومة الجيزة وحربة المحتل الإنجليزي، وكان لها عيد قومي يوم 31 مارس. 31 مارس. طب الغربية، محافظة إيه؟ كفر الشيخ. كفر الشيخ العيد القومي بتاعها 4 نوفمبر، ذكرى معركة البرولوس 1956. معركة البرولوس 1956 4 نوفمبر. طيب دمياط، العيد القومي بتاع دمياط كان 8 مايو، ذكرى 8 مايو. تصديها للغزو الصليبي اللي هو دمياط. الغزو الصليبي 8 مايو. بورسعيد العيد القومي 23 ديسمبر، ذكرى جلاء القوات العدواني الثلاثي 23 ديسمبر. السويس العيد القومي 16 16 أكتوبر. أكتوبر. 16 أكتوبر ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني. 16 أكتوبر. السويس العيد القومي 24 أكتوبر 1973، ذكرى معركة تحرير السويس 24 أكتوبر سنة 73، لما حاول شارون يخش على السويس والثغرة، ويحاول يحتلها أثناء الثغرة في حرب 73. واستطاعت المقاومة الشعبية بمعاونة من القوات الجيش المصري بالتصدي القوات الإسرائيلية بقيادة إيريل شارون، وطردوا من السويس. الإسماعيلية العيد القومي 9 سبتمبر، ذكرى وقفة أحمد عرابي ضد الخديوي توفيق. دي الشرقية، لا دي من الإسماعيلية، محافظة الإسماعيلية. العيد القومي 9 سبتمبر. دي الإسماعيلية ولا الشرقية؟ الشرقية. الشرقية العيد القومي 9 سبتمبر، ذكرى وقفة أحمد عرابي ضد الخديوي توفيق. الشرقية، محافظة الشرقية.
الشرقية وقف أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق وطلبوا بمطالبات شعبية في 9 سبتمبر 1900. زمان ثورة العرابية، أثناء الثورة العرابية. في كمان ده مين؟ أهلية دقهلية. العيد القومي 8 فبراير ذكرى النصر على الصليبيين وأسر لويس التاسع ملك فرنسا. تلاقي جوه في المنصورة دار ابن لقمان أسر فيها لويس التاسع، وما سابوش لما دفع فدية جامدة عشان ايه يروح بلده تاني. طيب الغربية العيد القومي 7 أكتوبر بمناسبة صمود شعبها في مقاومة جنود الحملة الفرنسية عام 1798 في حرب، في الجماعة بتوع الايه، الجماعة الفرنسيين برضو كان لهم مشكلة مع ايه، مع شعب طنطا وفي خربية، وكان في مشكلة مع شعب طنطا وفي مقاومة شعبية مسلحة. العيد القومي 7 أكتوبر صمود الشعب ضد إيه، جنود الحملة الفرنسية 1798. المنوفية بيئة زراعية. العيد القومي 13 يونيو تخليد لبسالة وشجاعة أهل قرية دنجواي عام 1906. المحتل الإنجليزي في عامل حادثة دنجواي وأعدم الناس، وكانت في حادثة اسمها حادثة دنشواي شهيرة جدا هتاخدها في التاريخ. هي 13 يونيو. الشعب المنوفي والشعب وقف أمام جبروت القوات الإنجليزية في هذا الوقت، واستطاع ان هو يعني يثبت جدارة الشعب المصري والشعب المنوفي. القليوبية دي عيد القومي بتاعها 3 أغسطس. 30 أغسطس يوم وضع حجر الأساس لقناطر الخيرية. 30 أغسطس يوم وضع حجر الأساس للقناطر الخيرية. تلاقي في القليوبية في حاجة اسمها القناطر الخيرية. محمد علي باشا عامل القناطر الخيرية دي في أيام زمان، أيام ما كان بيعمل مصر الحديثة وبيعمل الزراعة المصرية وبيعمل يعني البنية التحتية للزراعة زمان، فعمل القناطر الخيرية 30 أغسطس، وكانت حاجة من الحاجات الممتازة جدا في هذا العصر، يعني كانت حاجة يعني زي السد العالي على أيامنا كده يعني. البحيرة العيد القومي 19 سبتمبر ذكرى جلاء حملة فريزر عام 1807 في التاريخ. الجيش الإنجليزي حاول يعمل حملة على مصر سنة 1807، فالبحيرة وقفت أمام حملة فريزر وطردته وأجبرته على الفرار 19 سبتمبر 1807. العيد القومي دي من بني سويف دي الفيوم. الفيوم العيد القومي 15 مارس وقفة شعب الفيوم ضد الاحتلال الإنجليزي. طيب بني سويف العيد القومي 15 مارس ذكرى انطلاق مظاهرات ثورة 19 ضد الإنجليز 15 مارس. الكلام ده بني سويف. المنيا 18 مارس ذكرى ثورة أبناء المنيا ضد الاحتلال الإنجليزي اعتقالهم سعد زغلول وزملاء. أسيوط العيد القومي 18 بمناسبة ثورة بني عدي ضد الفرنسيين 18 إبريل. 18 ابريل ده اسيوط. طيب يا جماعه بتوع سوهاج العيد القومي 10 ابريل ذكرى تصدي ابناء سوهاج للغزو الفرنسي 10 ابريل. طيب قنا العيد القومي 3 مارس ذكرى انتصار قرية البارود على حملة نابليون. 3 مارس ذكرى انتصار قرية البارود على حملة نابليون. تقينا الأقصر 4 نوفمبر ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون أشهر ملوك الفراعنة. في هنا 4 نوفمبر اكتشاف توت عنخ آمون اللي هي المجموعة بتاعته موجودة في المتحف المصري وحاجة جميلة جدا، حاجات ذهبية. وأسوان العيد القومي 15 يناير بمناسبة الانتهاء من السد العالي 1971. أسوان الانتهاء من زيادة 15 يناير. طيب البحر المتوسط ده المطروح 15 ديسمبر ذكرى انتصار على القوات الإنجليزية في معركة وادي ماجد 1915. ده مين؟ ده مطروح. وادي ماجد انتصار على القوات الإنجليزية وادي ماجد. الوادي الجديد 3 أكتوبر ذكرى وصول أول قافلة للتعمير والإصلاح بالوادي الجديد 1959. يبقى دي الوادي الجديد. محافظة البحر الأحمر ده 22 يناير ذكرى معركة شدوان أثناء حرب الاستنزاف. 67 كان في حاجة اسمها حرب الاستنزاف ما بيننا وبين إسرائيل بعد حرب 67. الفترة ما بين 67 و 73 كان في حاجة اسمها حرب الاستنزاف. ف 22 يناير دي ذكرى معركة شدوان دي كانت جزيرة والقوات الإسرائيلية عايزة تحاول تسيطر عليها، ولكن القوات المقاومة وكان عددها قليل وسلاحها قليل ولكنها استطاعت استبسلت في الدفاع عن شدوان. شمال سيناء بيئة صحراوية العيد القومي 25 ابريل احتفالا بتحرير سيناء. 25 ابريل ده ذكرى تحرير سيناء شمال سيناء.
شمال سيناء بيئة صحراوية. السويس جنوب سيناء العيد القومي 19 مارس 89 ترفع رفع العلم المصري على طابة. كان في طابة في مشكلة بيننا وبين إسرائيل بعد تحرير سيناء إن إيه طابة دي هي مصرية ولا إسرائيلية، فكان في التحكيم دولي، والتحكيم الدولي ادى طابة لمصر سنة 9 وكان إيه الكلام ده انتهى 19 مارس 89 ورفع العلم المصري على طابة. تمام تمام. الح- الحرف التراثية اللي نعرفها، الحرف التراثية في صناعة زجاج في محافظة الدقهلية، في صناعة خيامية في القاهرة. الصناعات دي بقى بتبقى حاجة جميلة جدا. محافظة أسوان عندها حرف نوبية. محافظة الجيزة عندها صناعة نسيج وسجاد جميل. العاصمة الإدارية الجديدة اللي معمولة في مصر، العلمين الجديدة، دي مدن جديدة معمولة في مصر. في متحف الحضارة، متحف الحضارة ده برضو موجود، نقل بعض القطع الأثرية المصرية من المتحف المصري لمتحف الحضارة اللي هو موجود في الفسطاط، موجود في جنب عمرو بن العاص والحتت دي اللي هي القاهرة اللي هي الإسلامية. محور رود الفرج ده محور برضو بيعمل إيه، بيخش. تمام. تطور العلم المصري عبر التاريخ. عارفين احنا العلم المصري ده العلم المصري الذي اختاره احمد محمد علي باشا بواسطة هلال ونجمة خماسية. العلم المصري اختاره محمد علي باشا، كان شكله كده سنة 1805 ل 1867. ده علم محمد علي باشا 1805 ل 1897. ده علم الخديوي اسماعيل من 1867 ل 1922. 3 أهلة بيضاء بداخل النجمة الخماسية. دي النجمة الخماسية ودي الأهلة البيضاء. ماشي تمام. ده علم مصر بقى حوالي 1984 حتى يومنا هذا. ده في نسر وفي علمين من 1984. ده علم الملك فؤاد من 23 ل 52. متوسطه العلم اخضر وجواه ايه يرمز للديانات الثلاثه لاهل مصر، اللي هو ايه اليهوديه والمسلميه والايه والاسلام طيب ده علم ثوره يوليو من 52 ل 58. في نصر صلاح الدين واتخذ شعار الجمهوريه. طيب علم الجمهوريه العربيه المتحده مصر وسوريا من 58 ل 71 نجمتان خضروان في اشاره الى مصر وسوريا. طيب علم اتحاد جمهوريات مصر وسوريا وليبيا سنه 71 ل 84 بيتوسطهم الصقر. تمام.